السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. اخواني خواتي، ما تتصوروش العمل اللي كنديروه في هذه القناه شحال مهم. الصوت ديالنا كيوصل لبلاد العسكر، ماشي غير هذه القناه، قنوات اخرى ومواقع اخرى. انا في قناه دار الخبر بزاف ديال التعليقات في الفيديوهات اللي كندير في المباشر، ملايين التعليقات ديال الذباب الالكتروني العسكري الجزائري كيقول لنا اودي وبارك عاد نتوما الجزائر، واش ما كيناش غير الجزائر؟ كيحاولوا يبعدونا على المشروع اللي خدامه عليه الجزائر. وبداتو شحال هادي، بداتو في التراث، السطو على كل ما هو مغربي، القفطان جزائري، الكسكسو جزائري. ودابا اخواني خواتي، اشنو كدير بلاد العسكر؟ المشروع ديالها اللي خدامه عليه هو كتابة تاريخ جديد، ومشروع موازي غادي معاها اون باراليل بالموازاة، هو إقصاء المغرب وإخراج المغرب ماشي غير من الجغرافيا بل من التاريخ. واحد النقطة مهمة بغيت نشرحها، علاش وليت كنسمي هذا الاتحاد الجديد اللي باغا ديرو الجزائر الاتحاد المخاربي؟ لأنه هو تخريب، باغي يخرب الفكره ديال الاتحاد المغاربي اللي كان غيدار من طبيعه الحال في القلب ديالو هو المغرب، على اساس ان المغرب هو الدوله المفتاح. بلاد عسكر خدامه كتكتب تاريخ جديد. شتيو هذا الاتحاد المخاربي اللي باغا ديرو؟ باغا تعود المغرب، وكتحاول تعود المغرب بالمسخ اللي هي البوليساريو، وكتكتب تاريخ وكتطمس الدور ديال المغرب، الدور ديال المغرب التاريخي، الدور ديال المغرب المعرفي، ان المغرب امبراطوريه مملكه عمرها اكثر من 12 قرن. وكتحاول تطمس واحد الحقيقه، ان المغرب ساهم في ثوره التحرير الجزائريه، ساهم. الحراك الجزائري لم يكن بمعزل عن الجارة الغربية المغرب. الأخير أبدى تأييداً علنياً واسعاً لجبهة التحرير الوطني وجناحها العسكري جيش التحرير الوطني. ساهم في تحرير الجزائر منذ الأمير عبد القادر، والمغرب خدام مع الجزائر ودفع ضريبة الدماء والمال. يوك المغرب ما ساهمش. وهنا بغيت أحيلكم على آخر حوار ديال علي بالحاج اللي هو كان نائب رئيس الفيصل جبهة التحرير للإنقاذ. علي بالحاج كنعتبره أنا أهم قيادي وسياسي في بلاد العسكر، كنعتبره أقوى معارض جزائري حقيقي ومخلص. هو عايش في بلاد العسكر وعليه إقامة جبرية. الجمهورية، الكيان الصهيوني الجزائري، ما كيخليش علي بالحاج حتى يخرج يصلي صلاة الفجر. هو كيبغي يصلي صلاة الفجر في الجامعة في المسجد، كيحماق على صلاة الفجر. النظام الصهيوني ديال بلاد العسكر ما كيخليش علي بن حاج راه كاين اللي كيسميه بالحاج باللام وبن حاج بالنون. بن حاج الله يخليكم اللي كيعرف السميه ديالو يقولها لنا، ها بالحاج بن حاج، ما كيخليوش يمشي يصلي صلاة الجمعة. هذا السيد هذا دار واحد الحوار مع واحد القناة فضائية كاينه في الانجليز سميتها المغاربية. نسمعكم بعض المقاطع منه، حوار خطير جدا، وكيعترف به، كيعترف هذا الحوار بالدور ديال المغرب في الثورة الجزائرية. بلاد العسكر خدامة تخرج المغرب من التاريخ. هذا السيد هذا هضر على الاستعراض وقال كلام خطير جدا. قال لك أن دابا الجيش أقصى كل شيء. الجيش راه ماشي غير كيحاول يقصي المغرب، كيحاول يقصي الجزائر والشعب الجزائري. علاش قلت كيقصي الجزائر؟ حيت العسكر دابا استولى على كل شيء في بلاد العسكر، وكيحاولوا ينسفوا الدور المغربي في شمال افريقيا. حنا غنمشيو للموضوع ديال ليبيا، حيت بزاف ديال المغاربه تيقول لك علاش المغرب مشى لليبيا. انا نجيكم الموضوع ديال ليبيا وغتفهموا علاش المغرب كاين في ليبيا.
علاش الجنرال حرامو وجنرالات اخرين مشاو وجلسوا مع ليبيا، رغم ان ليبيا يلاه كانت حضرات في الاستعراض ديال الجزائر، وليبيا مع هذا الاتحاد المغاربي. لكن غنعرفوا شنو هو الدور الليبي، غتفهموا معايا كل شيء. شوفوا معايا هذه الخريطه هذه قداش، شوفوا المغرب قداش كان، شوفوا المغرب قداش كان. حيت بلاد العسكر دابا كتقول لك ان المغرب راه دوله صغيره كتبغي توسع. هذا هو التاريخ اللي خدامين دابا كيصنعوا فيه، المغرب باغي يتوسع، وتيقول لك ان المغرب ما هو الدوله العبريه ديال شمال افريقيا. لكن كيجي علي بن الحاج وكيفضحهم وتيقول لهم اودي نو، حنا غير حكم صوري، تبون غير حكم صوري، حنا نظام عسكري استولى على كل شيء، سيطر على رئاسه الجمهوريه، سيطر على الاعلام، هو اللي كيتحكم في الاعلام، وسيطر على القضاء. بل اكثر ان العسكر دابا كيقول لك حنا هما الجزائر، حنا هما المجد. وشدوا الثوره ديال نوفمبر اللي ديك الساعه ما كانش شي حاجه سميتها الجيش، كانوا جزائريين وساهموا معاهم مغاربه بطبيعه الحال. العدد الاكبر طبعا والاهم مواطنين جزائريين، لكن ديك الساعه ما كانش الجيش، ما كانش الجيش ابدا، كان جيش التحرير، شي حاجه حركه مسلحه جزائريه، مقاومه مسلحه من اجل تحرير البلاد. جيش من بعد اللي يسمي راسو الجيش الوطني وسيطر على كل شيء. علي بن الحاج تيقول لك باش كنا صغار، بغيتكم تصنتوا لهذا الحوار كامل سمعوه، قال لهم باش كنا صغار كانوا والدينا كيشدوا الرايه ديال الجزائر يحطوها في البالكون، يحطوها في الشرجم. جا الجيش قال لهم انا الدوله، احنا الوطنيه، نحن البلد. وقال واحد الحاجه خطيره جدا قلناها في هذه القناه، ان الرئيس تبون في ذاك الاستعراض العسكري اللي هو استعراض معسكر اكثر من اللازم، معسكرات الاستعراض كله العسكر، ما كاينش الوطن، ما كاينش البلاد، ما كاينش المواطن الجزائري. قال لك اودي راه الرئيس تبون وجه دعوات لرؤساء وملوك ووزراء، ما معظمهم ما جاوش، جاو غير موريتانيا، بوليزاريو، ليبيا وتونس، قيس سعيد. صمتوا شي شويه، الحوار طويل لكن غنسمعكم غير واحد الجزء بعدا اللي كيقول فيه ان الرؤساء والملوك صيفط لهم تبون شخصيا، البعض سلمها منهم كما قلت، سلم لهم الدعوه من يديه ليديهم، بحال عبد الفتاح السيسي وهيثم بن طارق سلطان عمان، هادو ما جاوش. وما جا حتى شي ملك من العالم العربي والاسلام، حتى شي ملك ما جا، لا ملك عبد الله الاردن ولا امير قطر ولا ام بي اس ولا ام بي زي ولا امير الكويت ولا واحد، حتى واحد ما سوق ليه. سمعوا اشنو كيقول المعارض الكبير، اهم معارض كان في الجزائر. وبالمناسبه غير باش نرجعوا لهشام عبود، علاش هذا ما شدوش اختطفوه وغبروه؟ راه هو عندهم في الجزائر، الا غيختطفوا شي معارض المفروض يختطفوا هذا، ماشي يختطفوا مسرحيه ديال الاختطاف ديال المناضل بين قوسين المعارض بين قوسين هشام عبود. سمعوا عافاكم علي بن الحاج اشنو غيقول على النقطه ديال انهم تبون صيفط رسائل ودعوات الملوك والرؤساء وما جا ليه حتى واحد. على السؤال، الحقيقه بما ان هذه الذكرى 70 نعم ضخموها، وايضا بعثوا برسائل الى ملوك وامراء ووزراء الى اخره، ولكن لم ياتي الا القليل منهم، لا اكثر ولا اقل. هذا يدلك دلاله ايضا، هذه قراءه اخرى ينبغي ان نتنبه اليها في الحضور. مساله الاساسيه، القضيه الجزائريه تحتاج الى حل سياسي، ثم بعد ذلك يتوج بعفو. هذا العفو يكون يدخل في بزاف ديال مواضيع كثيره، حوار طويل، نبغيكم تشوفوا كله. هو مداخله بالتليفون حيت هو
في الإقامة الجبرية، غيهضر على بزاف ديال المواضيع وغيقول لهم نعم المغرب شارك معنا، ويقول كلام خطير. غيقول لك ان الشنقريحه هو الحاكم ديال البلاد، حنا هادشي كنعرفوه وانتم وانا كنعرفوه. وغيقول لك طيره الاستعراض، تبون بان صغيور وكان الشنقريحه هو البطل ديال هاد الاستعراض. وريتكم ديك التصويره الخطيره، التصويره اللي فيها الشنقريحه الوسط وتبون على اليمين ديالو ورئيس الوزراء على اليسار. شنقريحه كان هو البطل، كان هو الكل في الكل. وعلي بن حاشي وكلام خطير، تيقول لك ودي يجب تحرير الارض من هاد الناس وتحرير الانسان الجزائري، وينادي بحكم مدني. لكن اخطر حاجه كيقول بالحاج انه كيعترف بالدور المغربي. علاش هذا الكلام مهم 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 جدا؟ حيت بلاد العسكر خدامه على تاريخ كما قلت تاريخ جديد، وخدامه تقسم المغرب وكدير هذا الاتحاد المغاربي الجديد اللي فيه من طبيعه الحال البوليزاريو عوضت بها المغرب، ثم هي الجزائر، موريتانيا، تونس، ليبيا. منين مشات تونس وليبيا لهاد الاتحاد وداخله فيه، عفوا موريتانيا وليبيا، هادو انا كنلقى لهم العذر، ربما غاديين لاسباب خاص الفلوس، خاص الدعم. موريتانيا من طبيعه الحال، موريتانيا مشكوك انها غادا تنضم لهاد كتحضر، حيت الان غير كتحضر للترتيبات، ما حضراش الترتيبات الاخيره ابدا، اخر ترتيب ما حضرت ليش. فشنو دار؟ استغل تبون حضور هاد الجوج موريتانيا وليبيا الاستعراض، وردوا انه راه تلاقاو من اجل الاتحاد، الاتحاد المغاربي. شكون هي الدوله اللي كتلام؟ هي تونس، لان تونس متحمسه جدا لاش لمعاداه المغرب. وتونس شدات الاعلام ديالها وقالت لبلاد العسكر ها انتم ها هو ديروا فيه ما بغيتوا، وبلاد العسكر رجعات وخلات الاعلام التونسي في الواجهه وكيواجه في المغرب وكيعادي المغرب. دابا نجيو لواحد الموضوع مهم جدا، وهو المؤتمر اللي سال البارح 3/5 في الشهر، بدا 3 إلى 5 سال المؤتمر البارح. واحد المؤتمر ديال من؟ ديال الاساتذه ديال الكليات والاكاديميات العسكريه. كان تما تونس، الجزائر، جنوب افريقيا، ليبيا، كينيا. كينيا مثلا راكم كتعرفوها، كتعترف بالبوليزاريو، وهناك حوار بين المغرب وكينيا. راه نقدو نسمعوا في المستقبل ان كينيا رجعات وانقلبات واعترفت بمغربيه الصحراء. الكثير اخواني اخواتي كيقول المغرب علاش مشى لليبيا؟ ليبيا دخلات وباغا تدخل هذا الاتحاد المغاربي الجديد. ليبيا حضرات الاستعراض العسكري. موريتانيا، تونس هذيك دولة صافي كتحارب المغرب. جنوب افريقيا، كينيا. وهذا المؤتمر سميتو كليات القيادة والاركان الافريقية. ليبيا اللي احتضنته على اساس انها هي الرئاسة ديال هذا المؤتمر هذا، وهضروا على الاستراتيجية، هضروا على كيفاش نكافحوا مثلا الاعمال الاتجار في المنطقه ديال الساحل، تبادل الخبرات على مستوى الاكاديمي. الناس اللي عندهم تجربه كبيره في العمل العسكري ودابا هما اساتذه ديال القياده، هما الليدرشيب والكليات والاكاديميات. دابا نجيو للموضوع الاهم. ملي كتشوف هذه المقالات كتلقى التعليقات ديال المغاربه غاضبين وكاعيين، يقول لك علاش ما نديروش حنا كما الجزائر؟ الجزائر كتقاطع المغرب. دابا كتلقى مؤتمر الجزائر غير كيشوفوا الخريطه ديال المغرب كامله كيهزوا قشاوشهم وكيخرجوا. المغرب ما كيديرش هادشي، كيجي بلاد العسكر بركان عندكم الخريطه ما نلعبوش معكم. باغيين الناس رد الفعل ديالهم اننا خلينا قاطعون كما هما كيقاطعونا. انا نقول لكم علاش المغرب حضر لهذا المؤتمر ومشى لليبيا وجلس مع الجزائر ومع كينيا
مع جنوب افريقيا ومع تونس ودول اخرى صديقه. لان المغرب الرساله ديالو من قلب ليبيا انكم لا يمكن تعويض المغرب. اولا هذا المؤتمر كاين فيه البوليزارو؟ الجواب هو لا، البوليزارو ما كايناش، حيت هادشي اضحوكه. لو تجيب لي ناس بوليزاريو ويقول لك حنا اساتذه في الاكاديميات العسكريه، هذا المؤتمر ما غاديش يقبلها. يقول لهم اصلا واش نتوما دوله بعدا؟ واش نتوما دوله عاد تكون عندكم اكاديميه عسكريه؟ اذن هنا المغرب اشنو كيقول؟ الرساله ديالو ليبيا وتونس وبلاد العسكر، خصوصا هادو اللي كاين في هذا الاتحاد المغاربي. لأنا نقول لكم من هنا ما غاديش يتزاد، ما غاديش يخرج من البطن ديال الام ديالو، ما غاديش يخرج، وعقلوا عليها. ولا خرج يخرج غير عمره ما يكون والو. لكن الرساله العظمى ديال المغرب ان المملكه المغربيه الامبراطوريه الشريفه لا تعوض. ليبيا احنا جايين وغادي نمشيو عندكم وغتصنتوا الضباط الكبار ديالنا، تصنتوا الجنرالات وتصنتوا الكولونيلات، وسمعوا على هاد الناس هادو راه عندهم ما يقولوا، وعندهم تجارب وخبرات تضاهي خبرات وتجارب القاده والضباط الكبار العسكريين في العالم. بحالهم بالنسبه للتكوين والمعارف والتجربه لا يقلون تجربه من هؤلاء. ما يمكنش تعوض المغرب، تجيب لي بوليزارو وتعوض لي المغرب سافا با تسطيتي. هذه يا اخواني اخواتي اقوى رساله، ولعل هي الاولى رقم واحد اقوى رساله. ما نساوش ان المغرب تعلم واحد الدرس كبير في الاتحاد الافريقي. المغرب تعلم ان سياسه الكرسي الفارغ ما منهاش زيرو، ما غادا تضرك وما غاداش تفيدك نهائيا. الا كنت انت غير موجود، انت غائب، ما يمكنش الناس يديروا سياسات اللي كنت وانت غائب بالنيابه عليك، ما كايناش هذه. داكشي علاش المغرب ملي نرجع للاتحاد الافريقي ها هو اليوم كاين حوار على نشوفوا اسلوب وميكانيزم واليه قانونيه من داخل الاتحاد لطرد البوليزاريو من الاتحاد. إذا مزيان من المغرب مشى ليبيا وقال لهم انا هنا، نحن في الجغرافيا ما يمكنش تخرجوا لنا من الجغرافيا، من طبيعه الحال ما يمكنش تطردونا من التاريخ. شوفوا المغرب قداش، شوفوا المغرب شكون هو، ما يمكنش تعوضوه. لان الخطه كاين خطه الف وخطه باء. شحال هذه بلاد العسكر كانت راكنه ومستانده ومكسله ومرتاحه بالخطه الف اللي هي الدعم ديال فرنسا ليها. ان فرنسا ما غاداش تقول الصحراء مغربيه، كانوا سمعنا عسل. ودابا الخطه باء هي انكار ان شي حاجه سميتها المغرب، تعويض المغرب واخراج المغرب من التاريخ، انه ما عمره ما دار لنا شي حاجه، ومن الجغرافيا انه ما كاينش في الجوار. حنا عندنا اسرائيل في الجوار، ما كايناش المملكه المغربيه. سمعتوا الحوارات يقول لك دابا هاد البلاد كنسميوها اسرائيل، ان المغرب هو اسرائيل ونعوضوها ببوليزاريو، وان هذه دوله صغيره اتونسيون راه باغا توسع. عاوتاني تذكروا وشوفوا الخريطه ديال المغرب كيف كان امبراطوريه عظيمه. بغيت نسمعكم واحد الفيديو اخواني خواتي، غتعرفوا ان بلاد العسكر كيتصنتوا بعدا لهاد القناه وكيتصنتوا المغاربه، وعرفوا ان 4 سنين الاخيره اللي دوزوها كيدعموا الحزب الديمقراطي في اللوبيات ديالهم في واشنطن، وكيعطيو الفلوس للديمقراطيين باش هكا على الله وعسى وعندهم الرجاء ان بايدن يغير وينقلب على الاعتراف الامريكي بالسياده على الصحراء. وان داكشي اللي داروا وقالوا ان هذه راه غير تغريده وتويته في الحساب دابا سميتو اكس، عرفوا بان حتى حاجه ما كاينه. وفهموا داكشي اللي كنا كنقولوا في هذه القناه، ان الدوله الامريكيه القرارات ديالها خصوصا في السياسه الخارجيه ما عندها حتى علاقه لا ديمقراطي ولا جمهوري، لا بايدن ولا كامالا هاريس ولا ترامب ولا واحد اخر. هذيك سياسه الدوله ما عندها حتى علاقه بالامر. بالعكس، نعرفوا ان امريكان قالت لك اودي هذا
ابسط حاجه نديروها المغرب مظلوم، وهذه ارض مغربيه خصنا نعترفوا بها. ماشي حتى ان العلاقات ممتازه ولا ميريكان كتحماق على المغرب، لا، ميريكان نعم المغرب كتعتبره حليف وموثوق واقدم العلاقات، ولكن كذلك امريكان كتعرف ان الصحراء مغربيه، ان التقاليد السياسيه الميريكانيه عريقه جدا. كتدخل البيت الابيض كانك مشيتي لواحد الاكوان الموازيه، كانك في عالم واحد اخر. كتدخل الردهات والقاعات ديال الخارجيه الامريكيه كانك في زمن واحد اخر. فكاين تقاليد سياسيه ودبلوماسيه عريقه ديال الميريكان. ملي كتمشي للخارجيه والبيت الابيض كتحس براسك انت خلتي للقرن 18. فالناس عريقين في السياسه وعريقين في العلاقات، وكيعرفوا واش هذه الدوله هذه بالفعل واش ديال الارض ديال هذه الدوله ولا لا. ميريكان ما يمكنش تغامر حيت كتبغيك وتقول الصحراء مغربيه حيت هذه الدوله هذه اعترفت بنا، لا ابدا. ما يمكنش تقولها ميريكان ومن بعد تفضحها وثائق بريطانيه او مخطوطات فرنسيه، لا، ما خصش تكون هذه المغالطه. وحنا هنا كنصحوا المغالطات ديال بلاد العسكر اللي قال لك ان ميريكان اعترفت بتويت. لا ماشي تويت، ماشي تغريده، هذاك اعتراف ان مغربيه، ان الصحراء مغربيه، وان ميريكان عندها الوثائق. وميريكان كتعرف المغرب من زمان، من زمان جاو البواخر وجاو السواحل المغربيه وجاو حتى السواحل الدوله اللي دابا سميتها الجزائر، وكانوا كيتشكاو من النشاط ديال القراصنه وحتى ديال القراصنه المغاربه، وداروا معاهده هذه 300 عام مع القراصنه المغاربه انكم عافاكم خليو السفن ديالنا، حنا راه خوت، نتوما اعترفتوا بنا، وان الاوان مع الرئيس ترامب في 2020 اننا نعترفوا بسياده المغرب على صحراء. سمعوا اخواني اخواتي، سمعوا هاد السيده شنو كتقول. انا كنظن هذه اما غيطردوها ولا غادي يصيفطوها للحبس، حيت عرفوها غيعرفوا بان كتقول كلام قناه دار الخبر. حنا اللي كنا قلنا ودافعنا على هذا الامر. لا هذه تويته، قلنا لا ماشي تويته، هذه سياسه الدوله. سمعوا شنو غتقول. هي غتقول الكلام اللي كنقولوا، القضيه ما عندها حتى علاقه لا ديمقراطي ولا جمهوري، هذه سياسه الدوله. لأنه حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية مقبلة كما كانت الأحداث من قبل على وجود امرأة في السباق الرئاسي مثل ما كانت هيلاري كلينتون من قبل، اليوم كامالا، لكن وبوجود بطبيعة الحال بعض الشخصيات المهمة التي خاصة علمت على المشهد السياسي الدولي مثل دونالد ترامب. لكن الأمر لا يتعلق بالحرب في أوكرانيا، الأمر لا يتعلق بالحرب أيضا في غزة ولا حتى في الصحراء الغربية. موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الصحراء الغربية، لأن السياسة العامة للدولة الأمريكية هي سياسة واضحة لا تتغير بتغير الأشخاص أو من يصلون إلى البيت الأبيض الأمريكي، لكن هي سياسة منتهجة تعتمد على المصلحة العامة، تعتمد أيضا على ديمونستراسيون دو فورس، بمعنى أنها دائما تريد أن تسيطر على المشهد العام وعلى خاصة الملفات التي فيها توتر. وبالتالي لن تستطيع المنطقة العربية، أتحدث باعتبار أننا في المنطقة العربية، لن تستطيع أن تتحصل على امتيازات إلا إذا كانت هذه المنطقة العربية كانت في إطار التوازنات. يا اخواني خواتي، قالت لي ما كاين لا ديمقراطي لا جمهوري ما حتى شي حاجه، القضيه عندها علاقه بالدوله الامريكيه. انا كنظن هذه غيجريو عليها ولا غيصيفطوها للحبس. ما باغينش هما يسمعوا هذه الهضره هذه، ما باغينش. ولكن كاين تحليل واحد اخر انهم صيفطوها هي تقول هذه الهضره هذه باش يسربوا هذه الهضره وسط المجتمع، وبداو الناس يقبلوا ويعترفوا ان القضيه ما عندها لا ديمقراطي لا جمهوري. علاش؟ هي قربت تسالي 4 سنين ديال بايدن، واداره بايدن الديمقراطيه ما سحباتش الاعتراف الامريكي بمغربيه الصحراء. وحتما حتى الى جات كامالا هاريس وربحات الانتخابات الامريكيه الايام المقبله، قالت لك اودي كامالا هاريس هي الرئيسه ديال الولايات المتحده، المغرب لا خوف عليه، يا تبون يا شنقريحه. وسمعتي مواطنه جزائريه كتقولها. انا متاكد انكم دابا 4 سنين صافي فهمتيوها، 4 سنين وكتعطيو الفلوس الصحيحه اللوبيات
ودوائر الضغط وجماعات الضغط الامريكيه الديمقراطيه باش تضغط وتغير 180 درجه وتسحب امريكا الاعتراف ديالها وما صورتيو حتى شي حاجه. انا متاكد انكم فهمتيو الدرس وعرفتيو بان الاعتراف الامريكي بمغربيه الصحراء هو قرار الدوله، لا يهم شكون اللي في البيت الابيض، جمهوري ام ديمقراطي. ومرحبا حتى بالديمقراطي اللي غيحكم ميريكان ل4 سنوات القادمه. انا ما خايفش على الصحراء المغربيه بخصوص السياسه الامريكيه نحو المغرب. هذيك السياسه دوله لا تتبدل، لا تتغير، سياسه طويله المدى ما عندها حتى علاقه بالتوازنات السياسيه والجمهوري ولا ديمقراطي ابدا. فهمتي يا تبون؟ ما راكش فاهم ياك؟ الفيديو الجاي ان شاء الله ندير مجهود عاوتاني ونحاول نفهمك. اخواني خواتي كنشكركم على المتابعه، الى الفيديو الجاي ان شاء الله. تبارك الله عليكم والسلام عليكم.